السلام عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم المحشي بأسهل طريقة، وبعد كده مش هتقولوا عليه صعب ولا في اي حاجة خالص. كويس جدا لغاية ما يتمزجوا مع بعض، وكده يبقى الصلصة معايا جاهزة. انا جبت كده طبق كبير، حطيت فيه الصلصة بتاعتي، وحطيت فيه كمان خضرة المحشي اللي هي عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، وحطيت كمان كيلو ونص من الرز. انا كنت عاملة كمية كبيرة، تقدروا تقللوا الكمية زي ما انتوا حابين. وحطيت كمان كمية البصل اللي اتبقت عندي، حطيت كمون، كزبرة، فلفل اسود، ومعلقة ونص كده من الملح. وبعدين تدوقوا، لو احتاجت ملح تاني زودوا زي ما انتوا حابين. انا هنا قلبتهم كويس جدا لغايه ما اتمزجوا مع بعض، وحطيت كمان ربع كوبايه من الزيت، بس انا نسيت اصورها لكم. وكده انا بحضر بقى الصينيه. حطيت ورق كده من الكرنب تحت، ممكن تحط الورق الاخضر او الورق اللي انا حطيته دوت